اهلا وسهلا بحضراتكم. انا دكتور احمد المصري، استشاري جراحه المناظير والسمنه. النهارده ضيفتي رشا. النهارده جايه بالصدفه مع صديقتها تعمل عمليه. رشا من النماذج الجميله ما شاء الله، نازله حاجه و50 كيلو، 53 او 54 كيلو. الميزه الاكبر ان هي بعد 3 سنين، احنا النهارده 3 سنين من العمليه، مثبته عند ال 75. هي ثابته عند الوزن ده، ودي حاجه حلوه جدا. ممكن بقى انت تحكي للناس ايه اللي شجعك على العمليه، وقرار حلو ولا وحش، وممكن تقولي كل حاجه. اوكي تمام. هو انا في الاول قعدت حوالي 6 سنين عشان اقدر اخد القرار اصلا. يعني كنت بشوف الناس حواليا بيعملوا العمليه وبينجحوا، وبعدين وانا واقفه مكاني ما كنتش بتحرك، لحد ما شفت دكتور احمد بالصدفه على الفيسبوك وتابعت معاه وتواصلت مع العياده، وتدبير ربنا بقى حصلت ان الحكايه كلها خلصت في اسبوعين، ان انا عملت التحاليل وحددنا الميعاد واخدت القرار وعملت العمليه. وكنت خايفه من فكره البنج واوضه العمليات والحاجات دي، بصراحه دكتور احمد يعني طمني جدا، وكان اسلوبه في الاول في الكلام كان مريح، ان انا ما حسيتش ان في اي قلق، وان انا داخله ما بين ايدين امينه. يعني انا في اوضه العمليات صحيح، بس انا عارفه ان هخرج منها كويسه وحياتي هتبقى احسن. وما تعبتش خالص، ما حصليش اي المضاعفات اللي كنت بسمعها من الناس اللي حواليا من ترجيع او اغماءات او حاجات زي كده. الحمد لله الدنيا مشيت معايا سموث. اللي حصل ان انا سمعت التعليمات بتاع الدكتور احمد كويس جدا وحفرتها في دماغي، وخلاص يعني التزمت بيها، وما حاولتش ان انا ابوظ اي حاجه. وكانت العمليه نقطه تحول في حياتي من ناحيه صحتي، دي اول حاجه، لان ما كنتش بقدر ان انا اتحرك مع بناتي. انا عندي بنتين، فما كنتش بقدر ان انا اتحرك معاهم، كان جسمي تقيل. بعد كده لا، خفيت وبقيت احسن. بلس فكره ان انا اخش اي محل عشان اشتري لبس كان بيتقالي لا ما فيش مقاسك، دي كانت حاجه صعبه قوي. دلوقتي بقيت اقدر اشتري اللي انا عايزاه واجيب كل اللي انا عايزاه. ففكره ان انا كمان التزمت بالتعليمات هي اللي خلتني اقدر اوصل ان بعد 3 سنين الحمد لله العمليه ما تبصش وما تخنش. ما شاء الله عليك، انا مبسوط قوي. الكلام كله جميل، فكره الاحفاظ فعلا حلوه قوي. الالتزام بالتعليمات بيساعدنا ان احنا نحافظ، ودي اكتر حاجه عجبتني. ميرسي. كل الناس زيك. ميرسي يا دكتور، شكرا. ميرسي.